الآن على المباشر. صباح الخير سي كمال. صباح الخير سي مجيد، صباح الخير لكل المستمعين إذاعة البصر. إذن كمال بوجلال، توقف بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم سمح لكم بربما الانشغال بعديد الأمور التي كانت عالقة، سمح لكم أيضا باللقاء الذي ربما جمعكم مع السلطات الولائية لولاية برج بوريج. الأنصار يتساءلون عن الأجواء السائدة في إدارة فريق أهلي برج بوريج، ماذا يمكن أن تقول؟ فعلا في مجيد فيما يخص الاطراف اللي هي كانت ما بين مقابله الانديه والمقابله تاع اليوم اللي هي ضد ارجو، سمحت لنا اننا نحضروا بجديه المقابله هذه تاع ارجو. خلتنا ايضا نريكيبيريو سيرتان جوار اللي هما بليسي اليوم ان شاء الله متكلمين عليهم في المقابله، مثل جابو مثل عطفان والى غير ذلك. خلتنا نحضروا بالفعل هذه المقابله اللي هي تعتبر مقابله هامه بالنسبه لنا. ما يخفاش ان فريق ارجو حسب المعلومات اللي عندنا ان فريق يلعب كره نظيفه، فريق في المستوى. احنا ان شاء الله محضرين، معنويه الفريق مرتفعه، حضروا بجديه لهذه المقابله، ونتمنى ان شاء الله الثلاث نقاط ان شاء الله تبقى هنا في يتحصل عليها الفريقين تبقى هنا في البوت ان شاء الله. إن شاء الله سنتحدث عن هذه المباراة. كمال بوجلال، اليوم ربما النقاط الثلاث ستبقى بملعب 20 أوت، والتي ستسمح لفريق أهلي برج بوريج بتسلق سلم الترتيب، ولكن فيما يخص الأجواء، فيما يخص أيضا الأمور الداخلية، هل سويتم العديد من الأمور خاصة بعض النقاط الانضباطية؟ والله الفريق لما تقول لي بعض النقاط الانضباطيه فيما يخص الفريق، يعني اللاعبين والا مانيش فاهم سؤال مليح سي مجيد. نعم، قلت فقط فيما يخص بعض الأمور الانضباطية، خاصة أن اللاعبين لاحظناهم بالنسبة للتغير في الحصص الاستئنافية. نظن بأنه وضعتم حد لمثل هذه التجاوزات، وأيضا هناك بعض اللاعبين الذين حتى أنهم اجتازوا على المجلس التأديبي، وسويتم كل هذه النقاط. فعلا في مجيد، انا قلت لك الفريق فيما يخص هذا ال 15 يوم هذه نتاع الاطراف هذه نوزا بيرمي أنا نبريباريو في ظروف حسنة. الفريق أو اللاعبين راهم واعيين بالمهمة اللي هي، ولازم هذه الثلاث نقاط اللي تسمح لنا أننا ربما نوضعوا نفوسنا مع الفرق اللي هي لازم في الطبيعة. يبقى أنه بالنسبة للنقاط الانضباطية أنا نقول الأسبوع الثاني بالنسبة لكل اللاعبين تدربوا، ما عدا بولحية اللي راه مازال بليسي، ايضا لو غارديان دو بيوت علوي اللي هو مازال ايضا اسمه يعني اللاعبين كلهم دخلوا وكلهم في هذا الاسبوع. بالنسبه للنقاط الانضباطيه فيه لاعبين اللي هما 2 لاعبين اللي فاتوا على المجلس التأديبي، هذه بالنسبه للكومبورتمون تاعهم هي ما فيش غيابات على كل حال، لكن في التدريبات كانت امورات نسمو مع المدرب. واحنا يعني لما دخلنا كاداره في المجلس التأديبي الامور دخلت الى مجراها الطبيعي، واللاعبين راهم يدربوا وما فيش ولا مشكل يعني فيما يخص هذا النقاط. نعم كمال بوجال. كمال، فقط بالنسبة للقائكم مع السلطات الولائية، هل من جديد فيما يخص هذه النقطة، خاصة قلت وأنكم انتظرتم كثيرا السيد الوالي الجديد؟ فعلا انا طلبت لقاء مع السيد الوالي، وكان فعلا كان عندنا لقاء في الاسبوع الماضي. كنت اضطرت الى كل النقاط، اعطيته ان بوينت سيتياسيون على الفريق منذ تولي رئاسه هذا الفريق في جونفي الى غايه نهايه الموسم الماضي، بدايه الموسم الجديد.
كل ما هي يعني النقاط اللي تخص الفريق فيما يخص في الامور الماليه اعطيته نبذه وكان سيد ولي على كل حال نشكره بالمناسبه في المستوى المطلوب اللي هو وعدنا انه يكون واقف معنا ويعاوننا ان شاء الله. يبقى برك النقطه الوحيده اللي ربما احنا رانا قاعدين باش نسويوها لدخول الاعانه هو ملف الاعتماد بالنسبه للنادي الهاوي. انا كنت طلبت من اعضاء المكتب الحضور للجمعيه البارحه للاسف الكورم ما كانش مسموح، كان فيه غيابات. اجلناها الى يوم الاثنين على الساعه 14 باش نشوفوا التركيبه للمكتب للنادي الهاوي ونحطوا الملف تاعنا ان شاء الله بعدها للحصول بالطبع على الاعانه الماليه اللي هي في اسبوع. ما يخفاكش احنا كنا موعدين لاعبين بالنسبه لبدايه هذا سبتمبر، وان شاء الله الامور تدخل مجراها طبيعي وتكون تسوات الامور ربما قبل عيد الاضحى ان شاء الله. ان شاء الله. كمال بوجلال معنا ايضا علي بونجمال زميلنا الاعلامي ربما لديه بعض التساؤل والاسئله. علي بونجمال رئيس الفريق، تفضل. صباح الخير سي كمال. صباح الخير فادي. سي كمال، نعلم جيدا أنه البارحة كنت برمجت اجتماع لأعضاء النادي الهاوي بغرض جلب بعض الوثائق الناقصة حتى يكتمل الملف وتضعونه على مستوى الجهات الوصية، ولكن الاجتماع أجل أو أجلته أو أعدت برمجته إلى يوم الاثنين المقبل. في حال لا قدر الله لم يكتمل النصاب في المرة القادمة، ما هو الإجراء الذي ستقوم به؟ سي علي، ما يخفاكش القانون واضح. انا على رئاسه النادي الهاوي. القانون واضح فيما يخص هذه النقطه. فبعد اجتماعين اذا ما تمش النصاب بالنسبه للجمعيه الثانيه راح نطبق القانون اللي هو يسمح لنا اننا نغيروا ربما في المكتب للنادي الهاوي، تركيبه النادي الهاوي. نعم يغير بالطبع. القانون واضح في يخص هذه النقطه. ولكن سي كمال بوجلال، ما تفسيرك لعدم حضور الاعضاء؟ لانه نعرف جيدا انه اجتماع البارحه كان حاسما فاصلا في مستقبل الفريق، فريق اهلي برج باريج، لينتظر وضع الملف على مستوى الجهات الوصيه. بماذا تفسر هذا العزوف وفي هذا الوقت الحساس يعني؟ والله الكل يعرف. ربما انا نتساءل، حتى انا نتساءل فيما يخص هذا. الكل يعرف بان الفريق في حاجه الى اموال، خاصه في الوقت الراهن. الكل اسمه انا والله شيء سي كمال بوجلال، هل نكون واضحين، هل تؤكد انه فيه بعض الجهات تسعى فعلا الى عرقله مسار الفريق وهذا الموسم؟ والله العام الخاص يعرفها يعني هذه. ربما رانا ادرى كلنا فيما يخص هذا جو سي با لي تراكتاسيون اللي راهي تندار على راس فريق النادي. مانيش فاهم اين هو المشكل وماذا يريدون هؤلاء الاشخاص. وش هو الغرض من كل هذا؟ هما لما تعيط لهم ما يجيوش، لما ما يخدموش، غايبين غياب كلي. لما تظهر امور هذه اللي لازم في منفعه الفريق. انا مش نعرف انا لما يجيب على باله بلي ان الفريق في حاجه اليوم في حاجه اسمه المشكله مش مشكله نتاعي. سي كمال بوجلال، ربما الحديث سابق لاوانه عن هذه النقطه، واليوم الفريق على ساعات فقط عن هذه المباراه الحاسمه والمرتقبه، والتي نتمنى من خلالها دائما الفوز لفريق أهلي برج باريج، وأن الأنصار يكونون حاضرين بقوة بملعب 20 أوت ببرج باريج. أنا أخليك ربما الكلمة الأخيرة التي توجهها لأنصار فريق أهلي برج باريج للحضور بقوة هذا المساء إلى ملعب 20 أوت ببرج باريج، وتؤكدون أن المباراة ستكون بداية من الساعة 5 مساء وليست 6. والله انا دائما ندائي لكل محبي الفريق، ندائي الى لجنه الانصار، الى كل الانصار فريق الاهلي انهم يجيوا بكثره ويساندوا فريقهم. احنا في حاجه اليهم.
نقول لهم venez en masse, supportez votre équipe, votre équipe a besoin de vous. نتمنى نشوف مدرجات الملعب ان شاء الله مملوءه بمساندتهم الفريق، وان شاء الله نفوزوا بالمقابله ونحطوا روحنا في ربما مع طلائع والله مع الفرق اللي هي في طليعه هذا الموسم ان شاء الله لتكمله ببلوغ الهدف ان شاء الله لتكملتنا ببلوغ الهدف. نعم، شكرا جزيلا لك كمال بوجلال رئيس مجلس إدارة فريق أهلي برج باريج. ونذكر بأن اللقاء سيكون متلفز هذا المساء بداية من الساعة 5 مساء، وأيضا ندعو كل أنصار فريق أهلي برج باريج لخلق تلك الصور الرائعة والجميلة بمدرجات 20 أوت ببرج باريج، ونتمنى التوفيق لفريق أهلي برج باريج. شكرا جزيلا لك كمال بوجلال. نواصل معكم دائما أيها الأحبة مستمعينا الكرام، جمهورنا الرياضي الكريم ضمن برنامجكم الأسبوعي الحدث الرياضي. إذا الآمال معلقة على الفريق هذا المساء لبونجما من أجل تحقيق النقاط الثلاث، وأيضا دعوة أنصار فريق أهلي برج باريج، لأنه الكل لاحظ بأنه وشفنا حتى في مباراة فريق مولودية العلمة لما أنصار فريق أهلي برج باريج يحجون بقوة إلى ملعب 20 أوت، تشوف حتى اللاعبين يتحروا وتشوف كرة جميلة، وشفنا العديد من الأشياء الرائعة. فعلا مجيد، لو نعود يعني بسرعة إلى مباراة مولودية العلمة لحساب الجولة الثانية، نظن أنه أهلي البرج لعب مباراة كبيرة، نقولها بكل صراحة، مباراة كبيرة من كل النواحي، بدنيا فنيا تكتيكيا، كان حاضر على مستوى كل الخطوط. نظن أنه مباراة أمام مولودية العلمة نقولها بكل صراحة تبقى مرجع إلى غاية الآن، ونتمنى اليوم بمناسبة مباراة أولمبي أرزيو أنه أهلي البرج يظهر بنفس المستوى أو أفضل منه أمام أولمبي أرزيو. مباراة اليوم راح تكون صعبة جدا أمام منافس لبداية الموسم، صحيح أنه تعثر مرتين فوق أرضية ملعبه ولكنه عاد بالنقاط 3 من المية. المباراة حتكون صعبة جدا، ونظن أنه الأهلي يعني أعد العدة جيدا لهذه المباراة من خلال تقريبا أسبوعين من العمل الجاد، زائد مباراة ودية أمام شباب قسنطينة في قسنطينة كانت بمثابة اختبار حقيقي لمباراة اليوم. نعم، المتتبع للمباريات الثلاثة الأولى لفريق أهلي برج باريج يلاحظ بأنه الفريق يؤدي مباريات رائعة، يضيع الفوز في عديد المرات مثل ما فعله في أمل بوسعادة. حتى زملائنا الذين تابعوا اللقاء قالوا بأن النقاط الثلاث ضاعت من فريق أهلي برج باريج في الجولة الأولى. في الجولة الثالثة أيضا أدوا مباراة كان باستطاعتهم قلب الموازين في المدية، ولكن هل المشكل في الفعالية اليوم أم أنه الهادي خزار وضع كل النقاط على الحروف، وربما كان له عمل كبير خاصة من ناحية البسيكولوجية ومن ناحية أيضا تركيز اللاعبين. الهادي خزار مدرب فريق أهلي برج باريج هو معنا الآن على المباشر. سي الهادي، صباح الخير. مستمعين إذاعة الجزائر من برج باريج. الهادي خزار، ساعات قلائل قبل المباراة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم أديتم مشوار رائع سواء في بوسعادة أو في المدية، ومباراة كانت جميلة ورائعة جدا استمتع بها أنصار فريق أهلي برج باريج أمام مولودية العلمة. بدون شك أنك استغليت جيدا فترة توقف البطولة. كيف كان التحضير لهذه المباراة؟ والله التحضير كان عادي، يعني رحنا شوية وقت أسبوع يعني ما لعبناش فيه بمناسبة إجراء الفريق الوطني لمقابلة دولية كأس أفريقيا، وعملنا وزدنا شوية في حجم التدريبات، واللاعبين جاوبوا مع حجم التدريبات، والحمد لله انهينا الأسبوع الأول بمقابلة ضد شباب قسنطينة كما يعلم الجميع في قسنطينة، وان كانت منيحة واستفدنا منها وخدمنا منها بعد لي رومارك، واعطينا بعض الوقت تاع
لاعبين اللي عادوا من الاصابه ولاعبين اللي كانوا ما لعبوش يعني من قبل. ثاني اسبوع هذا يعني ما كان قصير لانه بدينا يوم الاثنين وركزنا كثير على الناحيه التكتيكيه والاستراتيجيه يعني الكره الثابته وخاصه الناحيه المعنويه باش نكونوا اليوم على الساعه 5 في احسن الظروف ان شاء الله. نعم، بالنسبه للمنافس حذرت منه اللاعبين وطلبتهم بالتركيز الجيد خاصه وانه اولمبي ارزي ربما يحسن التفاوض خارج الديار. صحيح، لان الفريق ارجو هذا مازال ما انهزمش يعني دار تعادلين في فوق ميدانه امام الخروج بوسعيده وتفوق على المديه فوق ميدانها يعني وراه في الترتيب ب5 نقاط يعني يفوتنا ب2 نقاط. هذا دليل على انه فريق يعني محترم ككل الفرق تاع الرابطه الثانيه المحترفه. طلبنا من اللاعبين اكثر تركيز واكثر بريز دو كونسيونس يعني باش نفوزوا بهذه المقابله باش نعطيو للفريق يعني فرصه باش يعاود يتمركز في الترتيب تاع البطوله. وهذه المقابله اذا فزنا بها حتعطينا اكثر اريحيه واكثر ثقه في النفس باش الانسان يكمل لابوردي المقابلات القادمين يعني في احسن الظروف المعنويه. نعم، الهاتف خزار بالنسبه للتشكيله كل اللاعبين حاضرين ام هناك بعض الغيابات والمصابين؟ وهل ستسجلون عوده صاحب الخبره ايضا بلال عطفان في هذه المباراه؟ شوف الغيابات عندنا غيابين تاع بولحية واللاوي. الحارس اللاوي الثاني المصاب راهم في فترة يعني تنقلوا الى العاصمة باش يقوموا بالشوفات الطبية. ايوه، وهذا بنصيحة من عند الطاقم الطبي تاع برج بوعدش بطبيعة الحال. الطاقم الطبي اللي وجههم باش يربحوا شوية وقت. عودة عطفان حتعطي دفع لان عطفان كل اهل برج باريس وانصار اهل برج يعرفوا قيمته يعني التقنية والمعنوية تاعو. هناك بعض التغييرات راح نقوموا بها مش تغييرات كثيرة لانه عندنا حجوز ثاني كان عاد من اصابة غابت من 8 ايام يعني بعد مقابلة المدية كان وضع الجبس في رجله. هذا تلقى اصابة في مقابلة المدية. وهناك بعض اللاعبين ثاني اللي راهم استدعيناهم والفريق هذا عنده 23 لاعب او 24 لاعب. وقوة برج اللاعب هذا هي في تعدد المناصب في لاعب فريد يعني نقدر نشوفه كما بن حمله يقدر يلعب في وسط ميدان دفاعي ويقدر يلعب على اليمين كما يقدر يلعب مدافع اوسط. عندنا جابو ثاني عنده يلعب على اليمين ويلعب في وسط الدفاعي وفي وسط الدفاع. سلامة ثاني يلعب على اليسار ويلعب في وسط الدفاع. يعني البوليفالونس هذه راح تعاون الفريق وانا في الطريق الصحيح ان شاء الله ما هي الى البدايه. ان شاء الله اليوم نزيدوا نكونفيرميو المقابله تاع هذه يكون نربحوا المقابله باش كما قلت لك سبقت وقلت لك باش الناحيه المعنويه خاصه نكملوا البطوله تاعنا في احسن الاحوال يعني. هذا خزار المدرب الذي يعرف فريق اهلي برج باريس جيدا لانه سبق لك وان كنت على راس العرض الفنيه لفريق اهلي برج باريس في موسم 2012 2013 و 2011 2010. تعرف جيدا انصار فريق اهلي برج باريس عندما يكونون وراء الفريق. اليوم مباراة ستكون متلفزة ولكننا ندرك جيدا بانهم سيكونون حاضرين بقوة. من ناحية النقل التلفزيوني وتأثيره على اللاعبين نظن أنه تحفيز آخر للاعبين بالإضافة إلى النداء الذي ستوجهه لأنصار فريق أهلي برج باريس. والله شوف الأنصار تاع الأهلي يعني معروفين يعني بحبهم متميز لهذا الفريق. احنا نطلبوا منهم كما كانوا في مقابلة العلمة يعني كانوا بأعداد غفيرة يعني وساندوا الفريق إلى آخر دقيقة ولاعبين يعني ما خيبوهمش. إن شاء الله اليوم ثاني يكونوا بأعداد هائلة وضمن النقل التلفزي هذا مش راح يأثر على القدوم تاعهم إن شاء الله. لكن احنا ما فيهاش شك يعني أنصارنا راهم أوفياء للفريق هذا وراهم نقدر نقولوا لاعب 12 فوق الميدان. إن شاء الله احنا ثاني نزيدوا نحسنوا النتائج تاعنا أكثر
اكثر باش ندفعوهم باش يجيو الملعب ان شاء الله. ان شاء الله. الهادي خزار مدرب فريق اهلي برج باري، نتمنى لكم التوفيق في مباراة اليوم وفي قادم الجولات ان شاء الله، ونتمنى ان تكون حاضرا معنا هنا في الاستوديو في الجولات القادمة. شكرا جزيلا لك الهادي خزار. إذن علي بونجما استمعنا إلى المدرب الهادي خزار بلغة المتفائل، بلغة الحذر أيضا، مطالبة بالتركيز من طرف اللاعبين، ربما عد العدة اللازمة وحضر الفريق جيدا تحسبا لهذه المباراة. والله ضروري مجيد أنه يعد العدة جيدا ويحقق النقاط 3 في ملعب 20 أوت، لأنه فيه غايات أخرى. نظن أهلي البرج مطالب بحسمها هذا الموسم والتوصل إليها، وأنه الفريق هذا الموسم جيد جدا فوق ملعبه، يعني يلعب بشكل جيد ويفوز بالأداء والنتيجة، ولكن المشكل الآن هو خارج القواعد. الأهلي ضروري أنه يعرف ويتعلم كيف يخطف النقاط من خارج القواعد، لأنه ما يكفيش خاصة في الرابطة المحترفة الثانية أنك تلعب ورقة الصعب. نعم، أنك تلعب، ما يكفيش في الرابطة الثانية أنك تلعب مباراة كبيرة لتفوز بها. يعني في الرابطة الثانية، يعني بحكم الخبرة لفريق أهلي البرج اللي يلعب الموسم الثاني على التوالي في الرابطة الثانية، النقاط تخطف في الرابطة الثانية. نعطيك مثال، هذا الموسم فريق مثل شباب باتنا هو آخر فريق حضر نفسه في هذا الموسم، وهو حاليا ب7 نقاط في الصدارة. هو فريق يعرف كيف يخطف النقاط سواء داخل القواعد أو خارج القواعد. ضروري أنه الأهلي يرتدي ثوب البطل حتى خارج القواعد، لأنه الأهلي هذا الموسم راهو مرشح قوي جدا للصعود. ونقولها بصراحة، أهلي البرج هذا الموسم هو من حيث التركيبة البشرية هو أفضل بكثير من أهلي الموسم الماضي، لأنه الفريق مجيد حافظ على ركائزه تاع الموسم الماضي ودعمها ب9 لاعبين، عندنا 6-7 منهم في مستوى جيد. لأنه أي إدارة حتخطئ في الاستقدامات، صعب أنك توفق في الاستقدامات بنسبة 100%. الفريق حافظ على ركائزه وجلب 9 لاعبين، 6-7 منهم في إمكانات جيدة، وقادر أنه يحقق الصعود بقليل من الذكاء والحيلة، خاصة خارج القواعد وخبرة بعض اللاعبين. لأنه نقولها جيدا، ما الفائدة أن تلعب مباراة كبيرة مثلا في بوسعادة وفيما بعد تعود وأنت تجر أذيال الهزيمة؟ هذا مرفوض ويرفضه الأنصار. والأكيد أنه إن شاء الله اليوم الأهلي يحقق الفوز، وفيما بعد يدخل في التحضير الجدي لمباراة اتحاد حجوط للعودة بالنقاط 3. إذن بداية من الساعة 5 مساء فريق أهلي برج باري مع أولمبي أرسيو، بداية من الساعة 4 مولودية سعيدة أولمبي لمدية، اتحاد الشوية شبيبة سكيدا، بداية من الساعة 6 اتحاد بالعباس شباب عين فكرون، شباب باتنا نادي بارادو، وفي حدود 7 مساء شبيبة بجاية أمل بوسعادة. واللقاء لقاء جمعي الشلف مع مولودية العلمة، اللقاء مؤجل إلى الثلاثاء القادم بسبب انشغالات المولودية العلمية بكأس رابطة الأبطال الإفريقية، رغم أن مباراة اليوم ستكون شكلية. جمعية الخروب مع اتحاد حجوط بداية من الساعة 4 مساء، والجولة القادمة سيتنقل فريق أهلي برج باريج إلى حجوط لمواجهة الاتحاد المحلي، فرصة مواتية أيضا لفريق أهلي برج باريج من أجل تدعيم وتعزيز الرصيد. نعم مجيد، والأهلي لعلمك عنده 4 مباريات من هنا وإلى غاية مناسبة عيد الأضحى المبارك، عنده 4 مباريات 3 منها داخل القواعد. يعني راح يلعب اليوم أمام الأولمبي أرزيو، ثم يتنقل إلى حجوط ويستقبل على مرتين اتحاد بالعباس أو عفوا مولودية سعيدة ثم اتحاد بالعباس. الفريق ضروري أنه على الأقل يسجل 10 نقاط من 12 الممكنة في هذه المباريات الأربع إن ما أراد فعلا تحقيق الصعود هذا الموسم. ونتمنى له كل التوفيق، ونحن كإعلاميين أيضا نبقى دائما وراء الفريق بغية تحقيق هذا الهدف المنشود، وهو تحقيق أكبر عدد ممكن من النقاط في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.
ومن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، ولقاء فريق أهلي برج بوريج مع أولمبي أرز حدث آخر عاشته الجزائر البارحة، وهو افتتاح ملعب 5 جويلية الأولمبي بعد سنتين من الانتظار وبعد التطمينات التي كانت من طرف الوزارة الوصية ومدير مركب 5 جويلية. الحمد لله ملعب 5 جويلية الأولمبي افتتح علي بونجما بلقاء الدربي العاصمي بين اتحاد الحراش ونصر حسين داي. الكواسر استطاعوا أن يفوزوا في هذا اللقاء بهدفين مقابل 0 في مباراة لم ترقى إلى المستوى المطلوب، ولكن الشوط الثاني عشناه كان على الأقل فيه نوع من الندية، فيه نوع من الحماس. فعلا مجيد، نذكر فقط يعني أنصار أهلي البرج أنه البارحة فقط يعني تم تقديم مباراة أمال أهلي البرج أمال أولمبي أرزي. المباراة كانت مفترضة على الساعة 2 اليوم مساء، ولكنها تلعب الآن. يعني المباراة بدأت على الساعة 11 صباحا. المباراة تلعب الآن لمن يهمه الأمر. على كل بالنسبة لمباراة اتحاد الحراش نصر حسين داي والتي كانت بمناسبة افتتاح مركب 5 جويلية الأولمبي، نظن نكونوا صراحة ما شفناش مباراة كبيرة، يعني خاصة في الشوط الأول مباراة كانت متواضعة جدا في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني كانت فيه ندية وكان اتحاد الحراش أفضل يعني من النصرية وكان يستحق الفوز. بالنسبة للأجواء العامة يعني مركب 5 جويلية تحفة نقولها بكل صراحة، وهي شجرة التي تغطي الغابة في الجزائر من حيث المنشآت الرياضية. نتمنى أنه يعود المنتخب الوطني للعب في ملعب 5 جويلية، ونتمنى أيضا أنه دربيات العاصمة تلعب كلها في ملعب 5 جويلية، لأنه ملعب واسع وجميل ويضمن حتى من ناحية التنظيم، من ناحية أيضا الراحة بالنسبة للأنصار. العديد من الأشياء التي تبشر بالخير في هذا الملعب، ملعب 5 جويلية الأولمبي، ودعوة الأنصار أيضا للحفاظ على كل أو على هذه التحفة، لأنه لاحظناها في عديد المرات علي بونجما، هو أن المناصر الجزائري أيضا لابد أن يتحلى بتلك الثقافة، لأنه تبقى كرة قدم منافسة شريفة، روح رياضية عالية، وعلينا أن نتقبل مهما كانت النتائج. خاصة أنه ملعب 5 جويلية بعد إعادة افتتاحه مدرجات الآن لم تعد إسمنتية، يعني كل المدرجات هي عبارة عن كراسي. يعني نتمنى أنه ولا تنسى الكاميرات. نعم، في لحد الآن 80 كاميرا في انتظار يعني وصول الرقم ربما إلى 140 كاميرا على حسب ما قيل. نتمنى أنه المناصر الجزائري يعني يحافظ على هذا المركب التحفة الجميل في الجزائر وفي العاصمة على وجه التحديد. نتمنى أيضا أنه المناصر يكون رياضي ويتقبل النتيجة مهما كانت. إذا كان فريقه مرة جانبا عليه أن يعترف أن فريقه مرة جانبا ويصفق على المنافس، ونظن هذه القلق من هنا هي أمور بسيطة، وأكيد أنه يتضامن فيها الكل من المناصر ومن الطاقم المسير، الطاقم الفني، اللاعبين، هي كل لو يتضامن الكل، والكل يعني يوجه اهتمامه للعب الجميل والروح الرياضية. أكيد أنه ما راح نشوفوا تلك المظاهر السلبية اللي شفناها تعودنا عليها نقولوا في المواسم الماضية. اتحاد الحراش عودة المدرب بوعلام شارف، ريادة الترتيب 10 نقاط وراء شباب بلوزداد أيضا الذي سيستقبل غدا في مباراة كلاسيكو أيضا بداية من الساعة 6 شبيبة القبائل. المباراة تعد بالإثارة والفرجة. نبدأ معك لبونجما جمعية وهران دفاع. لا قبلها مجيد نغتنم الفرصة نعزيو سي عبد القادر يعيش اللي توفى، المدرب السابق للأهلي الذي والدته في الأيام القليلة الماضية، واللي هو على رأس نصر حسين داي. نعم، كان البارح يمني النفس بتحقيق الفوز. إذا قلنا جمعية وهراء ونبدأ بالقمة شباب بلوزداد شبيبة القبائل. مباراة صعبة ومفتوحة على كل الاحتمالات، ولو أنه نقولها بكل صراحة شبيبة القبائل لم تعد ذلك الشبح الذي يخيف الأندية الجزائرية. ربما تعود أمام شباب بلوزداد، ولكن الشباب هذا الموسم هو بصحة جيدة. يعني منطقيا المباراة راح تقول لشباب بلوزداد، لأنه الشبيبة ليست في أحسن أحوالها. جمعية وهران ودفاع تجناد بقيادة بوغرارة الذي يبقى يحقق المفاجأة، وجمعية وهران بقيادة كمال موسى الذي كان له الشرف في صعود هذا الفريق قبل موسمين إلى الرابطة المحترفة الأولى. عدماء واتحاد البوليد. نعم، هي مباراة بين التلميذ والأستاذ، لأنه اليمين بغرارة كان لاعبا عند كمال موسى في شبيبة القبائل. مباراة بين التلميذ والأستاذ. نعم، مباراة حتكون صعبة، ونظن أنه راح تتميز باللعب الجميل والنظيف، وجمعية وهران راح يحسمها بهدفين مقابل 0. شباب الثورة حصان الجنوب
مع أمل الأربعاء. حصان البطولة مجيد وليس حصان الجنوب فقط، خاصة هذا الموسم مع التدعيمات الجيدة اللي دعم بها صفوف شبيبة الثورة، خاصة فيما يتعلق بالحارس الجميلي والمهاجم مصطفى جليط. نظن أن شبيبة الثورة بدأ الموسم بصفة جيدة، وما النتيجة التي عاد بها الأسبوع في المباراة الماضية من العاصمة من المولودية إلا خير دليل على ذلك. يستقبل في هذه الجولة أمل الأربعاء ماهوش بصحة جيدة، وإقالة بلال الجزيري وعنده مشاكل كثيرة، ولو يواصل بهذا الشكل أمل الأربعاء ربما راح يسقط إلى الرابطة الثانية قبل نهاية مرحلة الذهاب، ونظن أنه شبيبة الثورة راح يفوز بأريحية. صاحب اللونين مولودية بجاية وشباب قسنطينة، المولودية قمة الجولة، ولكن مولودية بجاية لحد الساعة لا تحسن التفاوض داخل الميدان عكس الموسم الماضي. فعلا يعني مولودية بجاية وجدت بعض الصعوبات لأنه غيرت نوعا ما في تركيبتها البشرية مقارنة بالسنة الماضية، أين تقريبا كانت على مرمى حجر من حصد الدوبلي الموسم الماضي مجيد بكأس الجمهورية والبطولة المركز الثاني. يعني خسرت بعض اللاعبين وغيرت المدرب بعد ذهاب عبد القادر عمراني وقدوم آلان جيجير. بالمقابل شباب قسنطينة مع فيلود يعني بدأ الموسم بصفة جيدة، لعب شوط أول بطولي في سطيف أمام وفاق سطيف، وكان بإمكانه أنه يحسم الشوط الأول بهدفين أو 3 أمام وفاق سطيف ويفوز بالمباراة، ولكن في الشوط الثاني مر جانبا. نظن أنه مباراة راح تنتهي بالتعادل. وأيضا قمة أخرى بين اتحاد البوليدة ومولودية العاصمة. اتحاد البوليدة الذي يبقى يتخبط أيضا يريد الاستفاقة في هذه الجولة أمام منافس هو الآخر، لا يريد تفويت فرصة الاستثمار في كل المشاكل التي يمر بها فريق اتحاد البوليدة. والمولودية مجيد يعني لم تظهر وجها كبيرا في بداية هذا الموسم هي الأخرى، بعد تعادلين في ملعب بلوغين أمام شباب بلوزداد، وأيضا تعادل آخر أمام شبيبة الثورة، وفوز أمام سريع غليزان في غليزان. سريع غليزان يعني موش في أحسن أحواله. نظن أن المولودية مثل اتحاد البوليدة كلاهما يعني لم يبدأ الموسم بقوة، ونظن أن التعادل راح يحسم هذه القمة. ولقاءي سريع غليزان وفاق سطيف اتحاد العاصمة ومولودية طهران اللقاءان أجل إلى موعد لاحق بسبب مشاركة الوفاق واتحاد العاصمة في منافسات كأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، مباريات الجولة الأخيرة التي ستكون شكلية بالنسبة لهذه المنافسة. إذن الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موبيليس تقترح علينا العديد من المباريات القوية والمثيرة وجديرة بالمتابعة غدا إن شاء الله. نعود فقط إلى فريق أهلي برج بوريج لكرة القدم، وأيضا المطالبة بتكاثف جهود الجميع خاصة من الشارع علي، من الأنصار، من السلطات، من الإدارة. الكل مطالب برسم هدف واحد وهو عودة الفريق إلى حضرة الكبار. الهدف هذا لن يتأتى هكذا، ولكن لابد من أن يساهم فيه الكل أكيد، وينبغي وضع اليد في اليد بين جميع الأطراف، يعني من أعلى مسؤول في الولاية إلى غاية أبسط مناصر لتحقيق هذه الغاية. الغاية هذه ما تجيش هكذا فقط، يعني ضروري أنه الناس كلها تلتف حول الفريق من أجل غاية واحدة، لأنه هذا الفريق ما هو لا ملك بوجلال ولا ملك لفلان أو علان ولا ملك لا حتى واحد، هو ملك لكل ولاية برج بعريج ومدينة برج بعريج على حد سواء. هذا الفريق هو الشجرة، يعتبر بمثابة الشجرة التي تغطي الغابة في هذه المدينة من ناحية يعني
الرياضية. ضروري أنه كل الجهود تتكاثف ويمشيوا خط واحد من أجل صعود هذا الفريق. ونتمنى اليوم بالمناسبة أنه الأنصار يعني يتوفدوا بقوة رغم النقل التلفزي للمباراة ويناصروا فريقهم ويحثوه على الانتصار. ونظن أنه الأهلي اليوم لن يخيب، لأنه عودنا من الموسم الماضي من بداية مرحلة العودة الخاصة بالموسم الماضي إلى تسجيل أفضل النتائج، لأنه لو نعود إلى مرحلة العودة الخاصة بالموسم الماضي الفريق سجل 22 نقطة من 24 الممكنة في 20 أوت، تعادل فقط مع دفاع تاجنانت، وسجل 7 انتصارات، واليوم عنده انتصار وإن شاء الله اليوم الانتصار الثاني. وفي انتظار أكيد أنه الأهلي الآن ينبغي أنه يعود بنقاط أخرى من خارج القواعد. ونضيف ونأكد على شيء أنه ضروري وضع اليد في اليد وعدم تكسير هذا الفريق، لأنه هذا الفريق ما هو لا ملك لفلان لعله. نعم، خاصة أن ولاية برج باريج باتت قطبا رياضيا بامتياز بوجود فريق أهلي برج باريج، بوجود نادي البرج لكرة الطائرة وحصوله على الثنائية الموسم الماضي، اتحاد برج باريج لكرة السلة صاحب المركز الثالث، الشباب الرياضي البرجي لكرة اليد الذي وصل إلى النهائي أيضا وصاحب المرتبة الثالثة في البطولة الوطنية. كل هذه الأمور تجعل من ولاية برج باريج ربما المدينة أو الولاية الثانية بعد المجمع البترولي في تواجد كل هذه الانتاج، يعني أندية كثيرة، وإن شاء الله الأهلي هذا يلتحق بالركب في نهاية الموسم الجاري. وضروري أنه كل الفعاليات تعاون الفريق، خاصة وأنه الوالي مجيد لو نرجع للقاء الأخير له مع الصحافة، نعم، مع الأسرة الإعلامية والصحافة المحلية لولاية برج باريج، كان أكد وحث على ضرورة فتح الاكتتاب، وقال أنه في حدود علمه أنه ما فيش مشكل لفتح الاكتتاب ودخول رجال أعمال ومستثمرين وأنصار لمساعدة هذا الفريق، وفيه طرق سلمية للوصول إلى الرئاسة، وفيه كل شيء، يعني الأبواب تبقى مفتوحة لكل الناس للمساعدة. المهم أن يكون الكل وراء فريق أهلي برج باريج لتسطير هدف منشود واحد، وهو العودة إلى حظيرة الكبار، وهو المكان الأصلي لفريق أهلي برج باريج لكرة القدم. وبالنسبة للرياضات الجماعية سواء بالنسبة لنادي برج باريج لكرة الطائرة والشباب الرياضي البرجي لكرة اليد أو اتحاد برج باريج لكرة السلة، الفرق التي تستعد هي الأخرى لانطلاقة بطولة القسم الوطني الممتاز، نتمنى لها كل التوفيق إن شاء الله، ونتمنى أيضا مزيد من التتويجات بالنسبة أيضا مجيد اتحاد البرج يلعب غدا مباراته الافتتاحية في رابط في القسم الثاني هوات في الدار البيضاء أمام شباب الدار البيضاء في إطار الجولة الأولى، نتمنى له هو أيضا التوفيق. أشبه المدرب فيصل صفيح وزهير خضار نتمنى لهم أيضا، وسليم فضيل أيضا، لأنه الكل وضع أيضا هدف الصعود إلى القسم الوطني. نعم، خاصة بعد ما أجراه مؤخرا يعني تربص في مدينة عين درام التونسية وتخللت بعض المباريات الودية. هذا الفريق يعني بعد موسمين الآن في الرابطة أو في القسم الثاني الهوات بإمكانه والآخر أنه يلعب ورقة الصعود، وقادر أنه يحققها بتضافر الجهود تاع كامل البريجي. نعم، وعندما نتحدث عن اتحاد برج باريج أيضا وعن الرئيس وحيد قرواش لا ننسى أيضا فريق نجم اليشير الذي أيضا عمر طويلا في قسم بين الرابطات، عليه أن يشمر على ساعديه من أجل تحقيق لما لا هدف الصعود. أيضا شباب ولاد خلوف الحمدية وشباب عين تغروت والعديد من الفرق التي تستعد لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة أو لانطلاق هذه البطولات في الأقسام الدنيا. إذن حاولنا في هذا العدد أن نتحدث عن عديد النقاط الخاصة بفريق أهلي برج باريج وأيضا بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والثانية. اللقاء نذكر مرة أخرى بأنه سينطلق بداية من الساعة 5 مساء وليس 6 5 مساء بملعب 20 أولوت ببرج باريج. دعوة أنصار فريق أهلي برج باريج للحضور بقوة والاستمتاع إن شاء الله، ونتمنى أن نرى الفرجة والمتعة في مباراة اليوم. علي بونج نشكرك جزيل الشكر على تلبية الدعوة. مشكور مجيد. الكلمة الأخيرة هي أن مباراة اليوم بين أهلي البرج والأولمبي أرزي هي أول مباراة تاريخية بين الفريقين، نتمنى الأهلي أنه يفوز في مباراة اليوم ثم نعد العدة جيدا للعودة بالنقاط 3 من حجوط. وأيضا قبل عيد الأضحى المباراة نتمنى كما قلت لمن 10 نقاط من بين 12 نقطة بحول الله. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام برنامج الحدث الرياضي لهذا الجمعة. تحيات سالم بن علي وكان معكم في هندسة الصوت، ميلو الطوهري كان معكم في الإخراج، وهذا مجيد خناش يحييكم. جمعة مباركة للجميع وتقبل الله صلاة الجميع. إلى اللقاء.